السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتونا جدا جدا. بقالنا كتير جدا مش بننزل اكلات، يعني كل فين وفين كده ما بنصور حاجة. باذن الله النهارده انا هعمل اكلة شتوية حلوة جدا، بما ان الدنيا غالية وكل حاجة غالية في السوق، مش عارفين نعمل ايه ومحتارين جدا، وكل بيت دلوقتي محتار يعمل اكل ايه كل يوم. فانا قلت النهارده نعمل بقى ان شاء الله كده اكله شتويه مع بعض كده اهو باذن الله. زي ما انتم شايفين معايا النهارده بصاره. ده فول مدشوش، انا غسلاه. وكان عندي ايه كام بتنجانيه كده اهو وكام قرن فلفل، قلت اعملهم جنبها. طبعا لازم بصاره جنبها بتنجان مخلل وفلفل مقلي، ومعايا الخضره، ومعايا بصلايه، ومعايا كام فص توم. وادي الميه بتاعتي اهي. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي الاكله بتاعتنا. انا معايا الفول اهو، ده ربع كيلو فول مدشوش انا غسلاه كويس جدا. وهنزل بقى ايه الميه. انا طبعا شغلت النار ومعايا الخضره شبت وبقدونس وكزبره، انا بعملها كده اهو. هنزل بيهم في الميه، برضو غسلاها كويس جدا. ونزلت بالبصلايه والكام فص توم. وهسيب بقى الفول بتاعي كده مع الخضره يتسلقوا تمام. وهنبتدي نقلي البتنجان بتاعنا عشان نخلله. هقلي دلوقتي البتنجان. طبعا انا قسماه نصين. انت عايزه ما تقسميهوش براحتك، عايزه تسيبيه كده براحتك، عايزه تعمليه مسلوق برضو براحتك، بس انا حابه ان انا اعمله مقلي بصراحه. كده اهو اعمله على البطن كده الاول عشان ايه يستوي معايا اهو. انا هقلي البتنجان الاول وبعد كده ايه اقلي الفلفل. وهنبتدي دلوقتي نعمل التقليه بتاعه البصاره مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا طبعا بقلي البتنجان والفلفل. خلاص قربت اخلص البتنجان وهكمل بقيه الفلفل. والبصاره بتاعتنا هي بتتسلق. وخرجت معايا كده بصلايه كبيره. اي تقطيع انت حباه قطعيها. اي تقطيع. طبعا دي تقليه بتاعه البصاره بتاعتنا. احنا نزلنا البصاره قبل كده على القناه، بس طبعا انا حبيت ان انا اعملها تاني معاكم، بحيث نفكر بعض كل يوم نعمل اكل ايه عشان ما نحتارش. بس والله مش اكتر. يعني انا عارفه انتوا عارفين طبعا بتعملوا البصاره وبتعملوها ازاي وطريقتها ازاي، بس انا بديكوا يعني بفكركم كده ان احنا نعمل اكل ايه كل يوم. وكل واحده بقى يعني ايه تقول يعني الاكله اللي هتعملها، عشان بنحتار جدا 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 في الاكل لما نيجي نعمله. انا بحتار بصراحه كل يوم كل يوم احتار هعمل اكل بكره هعمل اكل بكره. وديكوا شايفين الحاجه غاليه والدنيا غاليه قدامكم على الناس كلها. ربنا يعين كل واحد. لسه اهو. فبنفكر بعضينا نعمل ايه اكل على قد الايد ونعملها مع بعض. طبعا انا هقلي التقليه دي كده اهو لحد ما تحمر معايا خالص، وهوريكم ان شاء الله لما اطلعها ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا بنات التقليه اهي. انا قلت اوريها لكم قبل ما اطلعها. حاولي ما تطلعهاش غامقه، ما تغمقهاش اكتر من كده. انا يا دوبك هصفيها كده في المصفى فاطلعها على اللون ده، لان هي مع السخونيه بتاعتها بتغمق اكتر عشان ما تتحرقش معاكي وتبقى غامقه. لونها يبقى دهبي معاكي. انا هطلعها على كده زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي البصاره خلاص الفول اتسلق معايا. بصوا زي ما انتوا شايفين. بصوا الفوله دايبه اهي معايا. انا سبته هادي شويه وهبتدي دلوقتي اضربه في الخلاط وهصفيه. في ناس مش بتصفيه، بس انا بصراحه بحب اصفيه. انا مش بحب يبقى فيه اي فتل من الخضره كده او اي حاجه من الخضره. بحب اصفيها بس تبقى معايا البصاره تبقى تقيله ما تبقاش خفيفه. تمام. ده احنا مش هنعمل شوربه عدس، لا احنا هنعمل البصاره تبقى تقيله معاكي. هنضربها دلوقتي وارجع لكم تاني. خلاص صفيت البصاره اهي زي ما انتم شايفين. ومعايا دلوقتي الحله على النار. هنزل بالزيت بتاع اللي حمرت فيه البصل اهو. طبعا ترميه حرام، حاجه كلها دلوقتي غاليه
ومعايا بصلايه صغيره. انا بحب اقلي البصلايه الاول، مش اعمل لها بصلايه محمره. بصلايه صغيره عشان هم مش بيحبوا البصل كتير في الحاجه يعني وكده. في ناس بتقلي يعني بتعمل العدس وكده. العدس معلش يا جماعه، البصاره هي عشان كده تقدر من العدس شويه. بيعملوا البصاره ويعملوا كده بصلايه بره زي العدس. فلا، انا بعمل سواء العدس سواء البصاره، بعملها بصلايه جوه واخش فيها البصاره او العدس. احمرها كده اهو. حمرت البصلايه، هنزل بقى بالبصاره بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي تاخد غلوتين معايا وابتدي اتبلها كده وبهارها. وكده خلصت البتنجان بتاعي زي ما انتوا شايفين. بصوا يا جمال ويا حلاوته. انا عملت بشرت جزرايه وقرن فلفل يعني شويه كده بقدونس كده اهو عليها خضره يعني. بصوا عامل ازاي حلو جدا. انا ساعات بحبه اعمله كده واعمله كده على حسب، يعني بحب لما يكون عندي مزاج بعمله بالتتبيله دي. بصوا الفلفل بقى تحفه 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 اهو. اهو التتبيله بتاعتي بتاعتها. بحط جزر وبحط شويه بقدونس وشويه قرن فلفل اخضر مش حابين خلاص، وشويه بقى كمون وليمون وخل وكمون وملح وتوم. ده توم اساسي يعني. يا رب يكون عجبكم بقى البتنجان، وهوريلكم ان شاء الله كده في الشكل النهائي كده مع البصاره باذن الله. اهي البصاره يتاخد معايا زي ما انتم شايفين، وتقلت اكتر مكان تقيله. هبتدي دلوقتي ابهرها معايا شويه كمون وشويه ملح. ولو حابه تحطي بس بخار، لو حابه تحطي شويه نعناع كده هتبقى جميله جدا. بس انا مش جوزي مش بيحبها قوي بالنعناع. وخلاص على كده هتاخد كام غلوتين كده كمان وهبتدي اغرفها باذن الله. ما خدش معانا وقت خالص، يا دوبك ساعتين تكوني مخلصه اللي انتي عاملاه. حاجه على قد ايدينا وحاجه سهله وبسيطه. ناس كتير انا عارفه ان هي ما بتحبهاش على فكره، بس هي جميله جدا، جربوها. وكده خلاص خلصنا الغدا بتاعنا وخلصنا البصاره بتاعتنا. بصوا زي ما انتوا شايفين تحفه جدا وحلوه قوي. طبق البتنجان والفلفل المقلي بصوا روعه، يعني اكله تفتح النفس. البتنجان اصلا يتاكل لوحده يا جماعه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما يكونش طويل عليكم باذن الله. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد مننا من مطبخ ميرو وميمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.